ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، واعتقد ان اغلبيه الستات بتبقى محتاره تعمل ايه، اللي هو ازاي اقنع جوزي بحاجه هو مش مقتنع بيها بكل سهوله. فانت اكيد 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 هيهمك الفيديو ده وهتستفادي منه قوي قوي فوق ما تتخيلي. فقبل ما ابتدي الفيديو اعملي كده كوبايه قهوه مظبوطه كده، ويلا ارجعي لي بسرعه عشان خاطر هنتكلم في كلام مهم جدا. اختي 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 يلا بينا. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوش اللايك يا جماعه، والله العظيم بيفرحني جدا جدا، وبعرف ان انتوا بجد يعني بتحبوا فيديوهاتي وعايزيني اكمل وان كمان اللايك بيرفع جدا جدا الفيديو. واللي لسه مشتركش في القناه يا ريت يخش حالا يدوس على كلمه الاشتراك عشان يوصل له كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو. خلينا في الاول كده نقول اني عشان تطلبي حاجه وان جوزك يبقى موافق عليها بكل سهوله، لازم تعرفي ان في فرق ما بين الراجل وما بين الست. يعني احنا كستات اتعودنا ان احنا ايه، ندي بلا حدود زي ما بنقول، يعني بندي بزياده كده. لكن الراجل طول عمره اتعود ان هو ايه، ياخد 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 وبس. فانت اول حاجه تعمليها انك انت لازم يعني تعرفي ازاي ان انت تاخدي كمان زيه. بس احنا يعني في مشكله كده عندنا، اللي هو ايه بقى، لما بنيجي ناخد، لا، احنا المفروض لما كمان ناخد عايزين ناخد من غير ما نطلب. طب ازاي بقى؟ ازاي انت عايز تاخدي من غير ما تطلبي؟ ما هو اصل هو لو بيحبني هيعمل لي من غير ما اقول. اصل هو لو بيحبني هيعرف يتصرف في الموقف الفلاني من غير حتى ما اتكلم. عارفه لو انت وقتها يعني مستنيه حاجه زي كده ابسط ما فيها، او حتى قلتي له، عارفه هيعمل ايه؟ هيبص لك كده ويقول لك ايه الرومانسيه اللي انت فيها دي يا ستي؟ بلا رومانسيه بلا بطيخ. دي الكلمه اللي هتسمعيها. فعشان تخليه يوافق على الحاجه بسهوله، قدامك 4 خطوات، ودول مهمين جدا وصدقوني هيفرقوا معاكم جدا جدا. اول خطوه، لما في ستات كده لما تيجي مثلا تطلب حاجه من جوزها، يعني يا ريت تعرفي ازاي تطلبيها بطريقه مناسبه، يعني بطريقه وبشكل مناسب. في ستات كتير قوي بتقلل من اجوازهم. يعني مثلا ايه؟ ابسط مثال، لو جينا فكرنا كده وقلت مثلا لو جه زوجك كسر كوبايه، يعني ابسط حاجه، مش هقول بقى النيش، لا مش هتكلم عن النيش ده ضمن الممتلكات والقايمه والليله بتاعتنا، فاحنا مش هنتكلم خالص عن النيش، لا انا هتكلم على ايه، على كوبايه صغيره من المطبخ. بلاش بقى لما يجي يكسر الكوبايه الصوت يطلع قد كده، وانت كسرت الكوبايه، هو انت مش شايف، هو انت مش عامل، ونفضل بقى نتكلم بطريقه مش لطيفه جدا جدا جدا، لدرجه ان يعني لو انت كنتي بتكلمي مثلا اي حد بالطريقه دي هيرد عليك رد مش كويس. ف ببساطه كده، اوقات كتير في ستات كمان تقول له هو انت ايه يعني كمان كسرتها ومش مش مكفيك انك تكسرها؟ دوس عليها، يلا دوس بالمره، ما هو يلا ما في حد هيشيل. لا، مش لازم تقللي منه، بالعكس. يعني لما تحصل موقف زي كده خديه بهدوء وبالراحه، ومش مشكله اتكسرت في داهيه، ما هو خليها تتكسر. لكن لو انت جيتي فكرتي فيها، في ستات تقول لك ما هو انا لازم اقول لزوجي كده عشان خاطر ان هو يعمل حساب. لا، الكلام ده تعمليه يعني مع صاحبتك، مع حد قريبك، لكن مع زوجك اوقات لما بنعمل الموقف ده يعني بنبقى عايزين ايه، زي نندم الشخص ان هو عمل كده. مبدئيا كرجاله هم اساسا يا حبيبتي ما بيحسوش، يعني مهما انا عملتي فهم اصلا ما بيحسوش. فهيبص لك كده بكل برود وهيمشي ويسيبك، مش هيعمل اكتر من كده. فما ينفعش ان انت تقللي اصلا من زوجك، ايا كان ما ينفعش ابدا ابدا تقللي من زوجك. يعني انا وبحكم اصحابي وحكايات كتير قوي، والله العظيم كنت دايما بسمع كلمه واحده مختصره في الموضوع ده، ان انت لازم تختاري الوقت المناسب في المكان المناسب، يعني واسلوبك كمان لازم يكون مناسب. ال3 حاجات دول لازم يبقوا في دماغك، ان انت تبقي اسلوبك مناسب، واختاري المكان المناسب،
وكمان المكان اللي انت هتتكلمي فيه والوقت كمان هتتكلمي فيه، مش يبقى جاي من الشغل متعكنن وطالع عينه وانت طخ طخ. اصلا انا عايزه اصلا استني، اختاري الوقت اللي انت اصلا عايزه فيه طلبات وتعرفي بقى تقولي، ساعتها هو هيديلك عينه اقسم بالله. يبقى اول حاجه بلاش نقلل من ايه منه يعني. 2 ودي مهمه جدا، يعني اتكلمي، اطلبي، افتحي بقك واطلبي بمعنى اصح. يعني ايه؟ يعني ما تطلبيش مره وتقولي خلاص انا طلبت مره مش هطلب مره تانية، لا خليكي بارده بقى، اللي هو اطلبي مره واثنين وعشرة او 10. يعني هقول لك مثال بسيط. اوقات في رجاله بيبقوا قاصدين ان هم ما يعملوش الموقف ده، مش هقول لا، بس في رجاله فعلا فعلا بتنسى. لو جيتي فكرتي فيها، ابسط مثال الزباله، كم مره بنقول لهم انتوا نازلين خدوا الزباله. اوقات بنقول من بالليل برضو، والصبح بيتنسى عادي. بيبقوا على فكره هم الناسيين، مش بيبقوا ان هم متعمدين ان هم ينسوا خالص، لا هو بيبقى نسيان مش اكتر. فانت لازم ايه؟ تطلبي بقى الحاجه مره واثنين، ولو وصلت ل10 كملي ال10 عادي يعني. اصل انا عايزه افهمك على حاجه، اي راجل في الدنيا وكل الرجاله عموما يعني تركيبه عقلهم غير تركيبه عقلنا تماما بالمره. يعني احنا ممكن نعمل كذا حاجه في وقت واحد، هم لو عملوا حاجه واحده ما يقدروش يعملوا الثانيه يعني هم عقلهم كده، فانت مش هتقدري تتحكمي في اكتر من كده. يعني ما نجيش بقى احنا عايزين نغير هرمونات العقل وهرمونات القلب، فلا انت لازم تعمل كذا وانت لا. يعني انت اطلبيها بس بطريقه حلوه، وقولي مره واثنين وثلاثه و10 زي ما قلت عادي. هنا يعني مسموح لك انك تطلبي. هيقول عليكي زنانه، انت مش زنانه، لانك انت بتختاري الوقت اللي بتتكلمي فيه وبتطلبي فيه الطلب اللي انت عايزاه. ففين بقى الزن بتاعك؟ كمان الحاجه الثالثه، في كده ايه اقول لك ازاي، يعني في حاجه اسمها التبادل دي خد وهات. فلما تبقي انت مديه حاجه فانت مستنيه حاجه، يعني والله العظيم بجد اوقات بيبقى تبادل الهدايا كده، او تبادل الكلام، او تبادل يعني في تبادلات بحاجات كتير قوي ممكن وقتها انك انت تبقى ما بينك وبين زوجك خد وهات وكده، هتلاقي الموضوع بقى سلس قوي 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 معاكي. الحاجه الرابعه، في زوجات كده بتبقى ايه اللي هو زي ما بقول ايه، مثلا هقول لكم زي مثلا كده بسيط. لما نيجي نمدح الزوجه اللي هو ايه، الله يا حبيبتي ده انت النهارده عملتي اكل شرفتيني. احنا كستات بنحب كده، يعني بنحب قوي قوي اللي يفضل يمدح فينا، تسلميلي انت النهارده عملت اكل حلو، تسلميلي ده انت النهارده شرفتيني وسط اصحابي، تسلميلي. احنا كستات بنحب كده. فلما هو بقى عشان توصلي معاه للجزئيه دي، ناخد الجزء الايجابي الذكي منه، اللي هو ايه، زي ما انت بتحبي ان هو يمدح فيكي، انت كمان امدحي فيه على قد ما تقدري. يعني عارفه اللي هو ربنا يخليك ليا يا حبيبي، تسلم يا حبيبي، تعيش يا حبيبي، كل الحاجات دي بتعلي كده، بتحسي ان الراجل ايه ده، يعني انا عملت حاجه حلوه، انا مش عارف، تحسي زي ما انت بتحسي هو نفس الاحساس بيوصل له. انفخي البالونه على قد ما تقدري يعني انفخيها قوي قوي، بس حاسه بتفرقع في وشك وتيجي تقولي انت اللي فرقعتيها. ف خلي دايما ان انت يبقى يعني الحاجه الايجابيه حلوه. لو فكرنا فيها كده دايما، لما بنشوف حاجه في الفيسبوك، او لما واحده صاحبتنا مثلا تقول والله انا جوزي عمل لي مفاجاه كانت جميله، احنا بنعتبر ان ده بقى ايه، بطل يعني، يا ده عمل حاجه. فلو جينا فكرنا فيها ان لما هو يعمل الحاجه دي وهي اساسا من غير ما تبقى مفاجاه بالنسبه لنا، وتيجي تساليها تقولك على فكره دي اساسا من مسؤولياته، هو ما عمليش حاجه زياده. غلط انك انتي تقولي الجمله دي. يعني ما تقلليش في الحاجه اللي هو عملها، ايا كانت الحاجه دي،
هو انت ايه، هو اكل وبحلقه؟ لا يعني بجد بلاش خالص خالص. ان هو عامل الحاجه دي من جواه في حد ذاتها، ياه دي كبيره قوي. ده لو هيساعدك بس في تطليعه الاكل الطبقه على السفره دي حاجه يعني يتشكر عليها. فبلاش يعني تقللوا في الموضوع ده، وخدوا على قد ما تقدروا الايجابيه منه، وان ربنا يخليك وتعيش وتعمل يا حبيبي، او ربنا يخليك ليا. كل الحاجات دي بتفرق جدا جدا معاهم. الاربع خطوات دول بجد بجد لو طبقتوهم بجد هتستفادوا جدا جدا، وهتحسوا ان كل حاجه بقت سلسه معاكم. ومستنيه ارائكم في الكومنتات. اي حد يجرب اي حاجه من دي، انا مستنيه بجد رايكم في الكومنتات، وتقولوا لي اي طريقه نفعت معاهم، واللي عنده برضو طريقه جديده ان هو نستفاد بيها كلنا، يا ريت يكتبها لي في التعليقات تحت، وانا هقرا كل التعليقات ان شاء الله. فاتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.